ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. اتمنى منكم لو اول مره تشوفوني تنزلوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو مش مشتركين، وتفعلوا الجرس لو حابين تشوفوني تاني. النهارده تعالوا بقى بينا هقول لكم على الوصفه ديت للي ما يعرفهاش، وهعملها لاخواتي الصغيرين اللي يا رب يا رب يتقبلوا مني الوصفه والطرق اللي انا بقدمها لهم، واكون باذن الله عند حسن ظنكم، واكون بعرف اوصل لكم المعلومه كويس وبطريقه سهله كده وبسيطه. طبعًا أنا النهارده باعمل كوارع. خلاص أنا عاملاها في وصفة تانية، بس كنت باعمل محشي بقى وبتاع، فكنت عاملاها مسلوقة، وخلّيت الطريقة بتاعة الطاجن دي قُلت أخلّيها في فيديو تاني عشان ما أطوّلش عليكم الفيديو، وأعرف إيه أكون يعني أشرح لكم الحاجة تكون بسيطة وإن شاء الله تكون سهلة عليكم. بس كده كفاية رغينا كتير، تعالوا بقى ندخل في الوصفة. المفروض أنا عاملة إيه بقى دلوقتي. أنا كنت ناقعة يا بنات الكوارع بتاعتي، نقعتها في خل وملح ودقيق وليمون وملح وكده، فكنت نقعاها حوالي مثلًا 10 دقايق. تمام. شطفتها وطلعتها من المَيّة والخل والملح والليمون والدقيق طبعًا. طلعتها وشطفتها كده زي ما أنتم شايفين. هارجع إن أنا أحطها تاني بقى في الطبق وأشطفها بقى إيه شطفة كويسة. أنا غسلت الطبق قدامكم عشان يا بنات لما تيجوا ترجعوا الفراخ بقى، إذا كانت فراخ إذا كانت كوارع أي حاجة بتغسلوها، لما ترجعوا إن انتوا خلاص شطفتوها بالدقيق والحاجة دي، ترجعوا هتحطوها في الطبق تاني، هتنقل لكم الزفارة اللي في الطبق، هتتنقل تاني للحاجة اللي انتوا بتغسلوها. فخدوا بالكم من الحتة دي، لازم تغسلوا الطبق اما تيجوا تلاقيه بعد ما تشطفوا بالخل والملح. تمام. انا بقول للبنات الصغننه يا جماعه كده بقى. انا طبعا بغسلها غسله كويسه. انا ما بحبش اغسل الحاجه بتاعتي، اذا كانت فراخ لحمه اي حاجه عامه، انا بحب ان انا اخدها من تحت الميه كده على الحله على طول، عشان خاطر انا بصراحه لما يعني اما بسيبها بره كده واحس انها وشها نشف كده، يعني الفرخه مثلا صفت ميتها خالص ووشها نشف كده، باحس إنها اتزفّرت تاني. يعني ما أعرفش، هو حاجة فيّا كده، بس هو أنا كده، ما أعرفش الناس كلّها كده والّا أنا بس اللي فيّا الحتّة دي. تمام. أنا كده حطيتها في المَيّة السخنة، خلاص لازم تكون مَيّة سخنة جدًا عشان خاطر المسام بتاعة الحاجة. إذا كانت فراخ بقى أي حاجة برضه معاكِ بتسلقيها، لازم تبقى المَيّة بتغلي جدًا عشان خاطر المسام تتقفل وما تنزّلش دَم كتير. بس كده. المفروض إن هي دي كانت بس المَيّة زيادة شوية، فأنا نقّصت المَيّة عشان إيه ما تنزّلش يعني على البوتاجاز. كفاية البوتاجاز كان هلكان لوحده بسبب المحشي اللي كنت باعمله. بس فكده أنا هاخد معاكم الكوارع. خلاص كوارع بقى عكاوي الحاجات دي كلّها لازم تعمليها بالحركة دي عشان خاطر وبرضه والفشة والكرشة والأكلات اللي هي ديّة لازم ناخدها غلوة الأول كده، يعني ناخدها كده غلوتين على الحلة زي ما أنتم شايفين كده. هاخدها غلوتين، وبعد كده هاروح منزّلة المَيّة اللي أنا غليت فيها دي الغلوتين، وأروح مغيّراها مرّة كمان عشان خاطر طبعًا إيه أي ريم أي زفارة برضه إيه أبقى يعني واثقة جدًا إن تمام الدنيا معايا وما فيهاش أي زفارة نهائي. خلاص أنا مش هاحط أي حاجة لإن اللي أنا هاحطه كلّه هيترمي. خلاص يعني حرام الحاجة بقت غالية يا جماعة، وإحنا إيه يعني ماشيين بدُعا الوالدين زي ما بيقولوا. فخلاص أنا كده يعني مالية حلة تانية معايا فيها مَيّة سخنة أهو بردك على البوتاجاز. عايزة تعملي في نفس الحلة تعملي، بس أنا عشان خاطر التصوير وعشان خاطر أنجز يومي يعني، فكنت حاطة حلة تانية على النار حاطة فيها مَيّة سخنة، يعني غالية فيها مَيّة سخنة عشان خاطر إيه أطلّع الغلوة ديّة وأروح حاطاها إيه مرّة كمان بقى، اللي هي بقى أحط لها التوابل والحاجة بتاعتها عشان خاطر تستوي ونقدّمها يعني. فطبعًا أنا كده رميت المَيّة اللي هي كانت غلينا فيها، وهامسك الكوارع زي ما أنتم شايفين كده، هاخدها شاطفة كده تحت الحنفية عشان مثلًا لو فيها أي ريم أي حاجة من الحاجات اللي بتبقى بتطلع منها يعني لازقة فيها، أبقى أنا كده برضه إيه واثقة إن ما فيهاش أي حاجة. كل الحاجات دي صدقوني هتفرق معاكم جدًا في الطعم وفي الريحة، فجربوها إن شاء الله هتعجبكم وتطلع أحلى من بتاعتي كمان. بس كده أنا باوريها لكم إن هي بُصّي زي الفل ما فيهاش أي حاجة وتمام التمام يعني. خلاص أنا كده المَيّة غليت أهي معايا، فهاحطها بقى الكوارع تكمّل سواها. خلاص هاحط لها بقى التوابل بتاعتها عشان خاطر تبقى إيه متّبلة بقى كده وطعمها حلو وريحتها حلوة.
طبعًا كده مش في شيرين بقى ولا أي حاجة، أنا حطيت ورق لوري، حبهان، مستكة، كبابة صيني، 7 بهارات، زعتر، والبصلاية. تمام. كل التوابل دي بُصّي التوابل بتاعتِك اللي أنتِ حاباها. هنا بعد ما استوت معايا وخلاص وتمام، خدتها بقى زي ما أنتم هتشوفوا كده معايا عشان أعملها طاجن. حطيت حتتين كده زبدة، خلاص مش كتير عشان خاطر يعني هي أساسًا يعني بتبقى دسمة، فمش محتاجة إن إحنا إيه، نزوّد لها دسامة يعني عشان ما تغمّمش نِفسنا. حطيت إيه، حطيت هنا كنت مقطّعة بصلاية كبيرة، هاخدها كده هاشوّحها، هاخلّيها بس تصفر معانا اللي هي إيه، تدبل سيكة يعني، خلاص. وبعد كده هاحط لها معلقة توم. ده الطاجن بتاعي، هي بتتعمل بكذا طريقة الطاجن بتاع العكاوي أو الكوارع، بس أنا حبيت النهارده أضيفها يعني أعملها بالطريقة دي. خلاص أنا كده عملت إيه، حطيت البصلاية دبلت، بعد كده حطيت التوم، ريحته طلعت، رُحت حاطة بقى كان عندي هنا قرن فلفل حامي وقرن فلفل رومي، وحطيت المستكة تمام، عشان خاطر تسيح مع الدهون وكده. وبعد كده آخر حاجة حطيت الجزر، كنت باشرى جزراية كده حطيتها برضه معاها، خدت تقلبتين. وبعد كده رُحت طبعًا كنت عاملة شوية طماطم كده عصراهم وحاطة فيها برضه شوية صلصة. خلاص، هاخدها كده على النار غلوتين كده اللي هي برضه إيه، تدخل في التسبيكة بتاعتها، وبعد كده نشوف هنعمل إيه. هنا أنا حطيت إيه، حطيت فلفل أسود وملح وجوزة الطيب وزعتر. تمام. برضه التوابل يا بنات اللي أنتم بتحبوها، بس جوزة الطيب دي حلوة جدًا، أنتم عارفين في الطواجن لازم يعني جوزة الطيب دي بتبقى حلوة جدًا، بتدّيها ريحة وطعم حلو برضه. خلاص، والفلفل الأسود ده أساسي طبعًا بتاعنا، يعني التوابل اللي عندِك ما توقّفيش نَفْسِك يعني، فاهماني؟ بس كده أنا زي ما أنتم شايفين كده الطماطم خلاص دخلت في التسبيكة أهي. خلاص هاروح بقى عاملة إيه، هاروح واخدة الكوارع طبعًا اللي اتسلقت معايا، بُصّوا الشوربة بتاعتها قشطة، بيضا كده وجميلة ما فيهاش أي حاجة، وطعمها وريحتها تحفة. أنا ما باحبش أضيف أي حاجة يا جماعة في الشوربة، لإني يعني أصول الحاجات دي بقى يعني في ناس بتحب تضيف مش عارفة حاجات كده، بس أنا باحس إنها بتغيّر طعم الشوربة بصراحة لأي نوع شوربة بقى، إذا كانت فراخ، لحمة، الحاجات دي أنا يعني ما بافضّلش إن أنا أحط كده، فباحبها بصراحة بتبقى بالطعم دوّة، وأمهاتنا وكلنا زمان كنا بناكلها بالطعم ده، فاللي عايز بقى يضيف حاجة تاني في الشوربة يحط، أنا باحبها بالطريقة دي وبتبقى معايا جميلة جدًا. خلاص كده أنا خدتها تقلبتين برضه، رُحت ناقلاها بقى في الطاجن، والمفروض إن أنا هاحطها في الفرن تاخد الوش اللي أنتم شايفينه دوّة. هي طبعًا كل حاجة مستوية، التسبيكة مستوية والكوارع مستوية، فهي خدت وش كده معايا، وجربوها بالطريقة دي إن شاء الله هتطلع أحلى من بتاعتي كمان. طبعًا ما تنسيش تعملي اللايك والاشتراك وتفعّلي الجرس عشان كل جديد يوصل لِك لو حابة تشوفيني تاني.